وصلتني افضل 3 احذيه من نيو بالانس، كل واحد فيهم له استخدام مختلف تماما. خلينا اقول لكم شنو الافضل بينهم. نبتدي بالاليت اس سي الاصدار الخامس. هذه باختصار جوتي سباقات، يجيك بصفيحه كربون ينفعك من 3 كيلو للماراثون، يعني صانعينه حق السرعه والارقام. الجوتي وايد خفيف، وزنه تقريبا 215، يزيد وينقص اكيد حسب المقاس، ويعطيك ارتداد قوي واحساس سريع اثناء الجري. ينفع للتمارين السريعه مثل الانترفلز والتيمبو وغيرها. يعني اذا تبي السرعه هذه افضل واحد بينهم. الثاني هو الريبل 5، واحد من افضل الاحذيه اليوميه من نيو بالانس. الجوتي خفيف مريح ومرن بشكل يخليك تلبسه كل يوم بدون ملل. ينفع للجري الخفيف والجري الطويل وحتى التمارين السريعه اذا كنت مبتدئ او هاوي وايقاعك لحين يتطور. الجوتي يجيك بدون صفيحه كربون، لكن الاحساس فيه ممتع وخفيف بشكل يخليك تبي تزيد المسافه بدون ما تحس. اما الاخير فهو الاسطوره ال1080 الاصدار ال15. هذه مو مجرد حذاء جري، هذه جوتي راحه، من اريح الجواتي اللي ممكن تلبسها سواء للرياضه او الاستخدام اليومي. واكثر جوتي انصح الناس فيه من سنوات. الفوم فيه ناعم وايد ومناسب حق المشي وحق الدوام، او حتى اذا كنت توقف وايد في دوامك فهالجوتي وايد مناسب لك. ومن مميزات هالجوتي انه يتوفر باكثر من فئه نفس ما تشوفون، فاذا عندك فلات فوت مثلا او ريلك عريضه بيكون خيار جدا ممتاز لك. باختصار اذا تبي الراحه خذ ال1080 وهذه اللي انصحك فيه. اما اذا تبي السرعه فالإليت هو افضل خيار. اما اذا تبي شيء متوازن يخدمك في كل شيء في التمارين فاكيد الربل هو الخيار المناسب. والحين قول لي اي واحد فيهم حسيته يناسبك اكثر.